اسمع ناصر، البنت اللي كيجيوها الخطاب وكترفض. اي امراه او شابه وصلات 24 26 الى 30 وما تزوجش باقا كترفض الازواج، غيكون عندها مشكل مستقبلا. وحده جلست معها مؤخرا عندها 41 سنه، عرفتي اش قالت لي؟ كلام مؤلم يدمي القلب قبل العين. قالت لي بغيت شي واحد في علاقه شرعيه، ولو هذا اختيار غير ممكن في الاسلام لان ميثاق الزواج مبني على التأبيد. قالت لي ولو يبقى معايا عيت نولد ويمشي بحال. دابا بغيت ولد شرعي، بغيت ولد في الحلال. تصور قلت بغيت نسمع ماما. ماما راني نداء الفطره. اي امراه رافضه الزواج ماشي عاديه. رجعوا لعلم النفس سيدي. اي واحد تيكره شي حاجه اللي كيحبوها الناس ماشي عادي. اللي كيكره الدراري الصغار هذا عادي. اللي كيكره المال هذا عادي. اللي كيكره الزواج وتكوين اسره وابناء هذا عادي. اي بنت الداخل ديالها في الكيان ديالها الداخلي كاين واحد النداء سميتو ماما. واي ولد كيف ما بغى يكون اي ذكر شاب صغار ولا كبار الا كاين داخل شي احساس عنده ديال الابوه، ايوا كيطفيه دوك الامور اللي قلنا قبيله بديك الاسباب، وهي كتخبروا عاوتاني للحظه لهذيك. ولكن ملي كتوصل 45 و50 يدق ناقوس الخطر، كيولي الاكتئاب، كتولي العزله، كيولي التشاؤم، كيولي الانسيابيه في هذا في المحرمات وتولي الانحراف الفكري، وربما نسال الله العافيه كيقدر يوصل لامور اخرى. ودي الفقيه فين هذه اللي ما باغياش يتزوج اليوم، يا ما كتشوف شي اليوم كيقلبوا عليهم في المواقع والتطبيقات ديال التعارف وكيطلعوا لايف مع الفقيه وكيعرضوا راسهم في التيك توك، ولكن والو. علاش؟ لان الرجال اليوم عاقوا بالقالب من بعد هذه المدونه اللي كتصب غير في صالح المراه، والاغلبيه ما بقاوش باغيين يتزوجوا ويورطوا راسهم في امور اللي تقدر تدمر لهم الحياه ديالهم، وربما يلقاو راسهم في الحبس الا طاحوا في شي جلاخه ما خلتي.